الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الليلة حنتعرف عن كيفية التقديم للدورات التدريبية في الصفحة بتاعتك في المجلس القومي للتخصصات الطبية. نخش على متصفح. طبعا كنت أخشيه قبل كده. الخطوة الأولى بعد ما عملنا ساين إن نمشي للتقديمات أو الدورات التدريبية. طيب، نمشي للدورات التدريبية، نمشي للتقديم لدورة جديدة. طبعا عشان تقدم للدورات الجديدة عندك 3 رغبات. هسه حاليا حقدم 3 رغبات. هختار الدورة، بعد هختار المستشفى. بعد اختيار المستشفى تختار المدرب. في بعض المستشفيات بتلقى مكتوب المدرب غير محدد، برضو بيتقدم. طيب، دي الرغبة الأولى. ما بتعمل حفظ مباشرة، لا، نمشي نقدم دورة تانية. حفظ دي الخطوة الأخيرة، الدورة الرابعة. نمشي المستشفى، نمشي اختار المدرب، نعمل تقديم. كده الرغبة الثانية تقدمت، برضو ما نعمل حفظ، نمشي اختار دورة أخرى. نمشي الدورة الرابعة، المدرب أو المستشفى، معلش، اخترنا المستشفى. نمشي بعد ذاك اختيار المدرب. هنا غير محدد، نختار غير محدد، نعمل تقديم. زي ما شايفين عندنا كده نحن قدمنا 3 رغبات بدون ما نعمل حفظ. الحفظ طبعا هي الخطوة الأخيرة بعد التقديم ل3 رغبات، نعمل حفظ. كده احنا قدمنا ال3 رغبات بتاعتنا بنجاح. لما نضغط تاني تقديم دورة جديدة، نلقى ال3 رغبات اللي قدمناها موجودة، ونلقى مكتوب تحت تقديم دورة جديدة مكتوب قمت بالتقديم مسبقا. فهذه الطريقة ممكن نقدم بها للدورات الجديدة، وكيف نقدم 3 رغبات ونعمل حفظ في النهاية. كان معكم أخوكم دكتور زهير آدم حسن سعيد، وشكرا جزيلا وموفقين بإذن الله تعالى.